صباح الخير او مساء الخير حسب التوقيت اللي بتشوفونا منه فيه في معلومه عن الماشي من مشاتل الحياه. جاي في الفيديو النهارده هتكلم معاكم عن بعض الاصابات الفطريه اللي بتصيب النخيل، والفيديو الجاي ان شاء الله اتكلم معاكم عن بعض الاصابات الحشريه اللي بتصيب النخيل. اول حاجه في الاصابات الفطريه اللي بتصيب النخيل اللي هو عفن قواعد الاوراق. عفن قواعد الاوراق بنعرفه ازاي؟ اول ما تلاقي الجريد بتاع النخله بدا يظهر من فوق كده اصفرار فيه وخطوط طوليه صفراء وصولا لحد القلب، اعرف ان انت كده عندك اصابه فطريه، لازم تكلم مختص ويكفي حالك. طيب جيت شديت قلب النخله وطلع في ايدي، يبقى انت كده عندك عفن قواعد الاوراق من زمان وقضى على النخله. طيب طرق الوقايه من الاصابه ديت ازاي؟ اول حاجه ان انا حاذر في قلب الري جامد قوي، عشان الاصابه ديت اكتريتها بتيجي من انك بتغرق قلب النخله فبتصيب بعفن قواعد الاوراق. تاني حاجه اللي هو اللفحه السوداء في من الاصابات الفطريه. اللفحه السوداء ديت بتعرفها ازاي؟ بتلاقي الورق بتاع الجريد بتاع النخيل متكرمش كده او متقزم وفي خطوط سمراء خشنه، او القمم النابيه بتاعته بيبقى عليها نظام فطري لونه اسود خشن، انت كده عندك لفحه سوداء ولازم تكافحها باسرع وقت. تالت حاجه اللي هي تبقعات الاوراق. تبقعات الاوراق دي بتعتبر من اكثر الامراض الفطريه شيوعا في مصر والوطن العربي. طيب بتعرفها ازاي؟ بتلاقي فيه نقط سمراء كده او ظهور مستطيلات سمراء كده في قلب الورق طويله، انت كده عندك اللي هي تبقعات الاوراق، وديت لازم تكافحها باسرع وقت، وديت كانت بعض الامراض الفطريه اللي بتصيب النخيل. ان شاء الله الفيديو الجاي هتكلم معاكم عن الامراض الحشريه، ودي كانت معلومه على الماشي من مشاتل الحياه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.